في مطعم أكلات جدتي. الأكل بيطلع من القلب وعلى نار هادية، بس في يوم القلب كان طيب أكتر من اللازم والنية اتحولت لخطر. مدام سناء صاحبة المكان دايما بتقول الأكل ما يترميش، اللي يفضل من النهاردة بيتسخن لبكرة ويتقدم في العرض. وفعلا بقايا البطاطس بالبشاميل والفراخ البانيه والمكرونة بالسجق بتتجمع وتتحط في التلاجة، وتاني يوم تتسخن وتتقدم من تاني. وفي يوم خميس الزحمة كانت رهيبة. سامي الشيف المساعد سخن مكرونة كانت بايتة من أول الأسبوع، المهم تتسخن كويس، وحطها في العرض. بعد أقل من 4 ساعات بنتين من اللي كلوا المكرونة جالهم مغص شديد وترجيع وإسهال. والدهم كان دكتور وطلب تحليل على طول. النتيجة تسمم ببكتيريا اسمها باسيلا سيريس، ودي بتيجي من الأكل اللي اتسخن أكتر من مرة أو اتساب في درجة حرارة الغرفة فترة طويلة، لأن التسخين بيقتل البكتيريا بس مش بالضرورة يقتل السموم اللي سابتها وراها. وللأسف السموم دي بتبقى موجودة حتى لو الأكل سخن جدا. الخلاصة، مش كل سخونية أمان، ومش كل حاجة بايتة ينفع تتسخن وتتقدم. الأمان مش في درجة حرارة التسخين، الأمان في مرة واحدة بس. واحفظ صح وسخن صح، وإلا اللقمة تبقى لعنة. ولو بتشتغل في مطبخ أو بتحب تحتفظ بالأكل وتسخنه تاني، شارك القصة دي مع صاحبك وقول لنا في الكومنتات، هل عمرك كلت أكل بايت وحسيته إن مش زي الأول؟ وخليك دايما واثق إن لقمة أمان بتحكي لك اللي محدش قاله.